حد هيصدق ان الفطاير دي معموله بالفراكه بتاعه مكان السمنه اللي غسلناها؟ مين اللي هيصدق؟ محدش هيصدق. مش هقول لكم بقى اللي تخشوا تتفرجوا على الحاجات الحلوه الخطيره دي. لازم يدعي لتيتا باذن الله، تدعوا لي لو جربتوا الوصفه اللذيذه دي. كلت واحده كبيره قد ايه على ما بس الصينيه التانيه طلعت تحفه. وده الاكله بقى بتاعتنا، فطار عشاء غدا، عسل اسود ومش، والفطير الجميل اللذيذ بتاع زمان على صنع ايد الله يرحمها. وخشوا اتفرجوا بقى واتفرجوا وابدعوا. انا عايزاكم تجربوه. اول مره بتقول لكم لو سمحتم جربوا. تعالوا بقى اقول لكم احنا هنعمل ايه بالسمنه بقى اللي في الاطباق ديت. ولازم نلم كده، وخساره طبعا السمنه ب 300 جنيه ان احنا نبهدل حاجه منها. وهعمل لكم فطيره بقى حلوه قوي. شوفوا بقى، دي دقيق ذره اصفر بيقل عن الربع، يجي ربع كيلو. همسك بقى الاطباق بتاعت ستيل يا جماعه، يعني لا هتزرق ولا حاجه. لو المونيا ممكن تزرق لك العجين، الاطباق دي كان منها ستيل تفركها طبعا مش هتطلع لك حاجه. فهمسك الدقيق الذره ده، بيبقى خشن شويه ما اننا طلعنا الخشنه بتاعته. الدقيقه الخشنه بتاعته اهي. وعايزه حد يعني يقول لي احنا عايزين حاجات من بتاع الفلاحين زمان، عايزين حاجات من كده يعني. اعرف انتوا اغربكم ايه اكتر، عايزين الجديد ولا القديم؟ تغسليه ما يهدرلكش في الدنيا برضه. وهنعمل التاني وهنعمل التالت ونلم بقى كله في واحد. هننزل بقى حبة الزبدة دول، سبتهم بقى لاجي خلونا. شفتوا بقى العجينة، الحبة السمنة اللي احنا كنا ممكن نرميهم في الحوض، عملوا العجينة ازاي؟ اكتر من ربع كيلو دقيق ذرة. هنحط عليهم دقيق ابيض نص كيلو على الميزان اهو، حطاه على الميزان نص كيلو. انا ماشيه معاكم يعني، قلنا ربع كيلو دقيق ذرة عليه نص كيلو دقيق ابيض، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه خميره، نص معلقه بيكنج باودر، حبه كده باقيين في الكيس، 3 4 معالق زيت زيتون اهم، زيت زيتون. وهدفي لبن وهعجنه بيه، مش حاطه له حاجه تاني. السمنه المغشوشه، الست كثافه ادها نص كيلو زبده البقري. شوفوا ناعمه ومليطه ازاي، ما رملتش. عارفين السمنه دي ريحتها زي ريحه ايه؟ زبده فرن، اكنها سمنه فرن. فهي بقى يعني قلت لها على انها معجوبه، فهي حرصت بقى ما جابت لي زبده تاني. فالبني ادم لما يبقى ناصح يعرف اللي قدامه ان هو عارف الحاجه دي، اعرفوا ان انتوا هتجيبوا حاجه صح. الحاجه كده والاخر بتطلع جميله والله العظيم. عملت لكم حاجه على القناه يا جماعه اللي ما طلع جميل. القناه عليها فطير لف وفطير ذره قبل كده، وعليها فطير مشلتت كذا مره، فطير مشلتت فلاحه على اصله، وفي نفسي تشوفوه وتتعلموا عمايله على حق. وعليها حاجات كتير جدا من المعجنه دي، قرص طريه وقراقيش بالسمنه المقدوحه وحاجات حلوه كتير كده. هحطه على العجينه بتاعتي وهعجنها واسيبها حوالي، مش هخمره، سيبها حوالي نص ساعه كده ولا ساعه بالكتير. واقوم بقى ايه، عجنيهم في قلب بعض. مش هتاخد اللبن كله عشان هما فيهم دسم كتير يعني. دي قد ايه بقى الجميله، ولمت من ايديا وخلت ايدي نظيفه. هنعمل فيها ايه ما شاء الله، قد الفطيره الكبيره كده شويه دي، ونسيبها. شوفوا بقى العجينه لينه عامله ازاي. اللهم صل على النبي، الصلاه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايد النبي قال الشهاده يا صبيه على الكتير وعلى الشويه، قلت الشهاده الا الله وشهاده ان سيدنا محمد رسول الله. هسيبها تخمر شويه بقى. وبقى نعمل الحشوات اللي هنعملها ديت. هنحشيها بجبنه قريش، هي فطيره دي الذره بتتحشي بجبنه قريش. هنعمل ايه تاني؟ هنحط بقى هنا معلقتين زيت، ده دهان الوش، ومعلقتين قشطه وحته زبده كده. وهنقلب الخلطه دي في قلب بعضيها. الصينيه بتاعتنا ولا دهنينها ولا حاجه، والعجينه بتاعتنا ما شاء الله زادت شويه. هو ممكن ما تخمروش خالص ولا تديله خميره ولا تديله بيكنج باودر، احنا يعني مزودين التركيه دي كده من عندنا. هنعمل ايه؟ الصلاه على النبي. نمسك حته العجينه كده اهو، ونروح حاشين فيها قطعه من الجبنه القريش كده اهو. مش هنحط عليها ايه اي حاجه. لو انت عايزاها حادقه خلطي بقى، حطي بقى التشكيله اللي انت عايزاها، بس هو ده اصل الفطاير بتاعت الذره. شوفي اهي. وهنحطها نفردها بقى شويه مع بعد كده. استنى، ما شاء الله العجينه لينه بشكل جميل جدا، عجينه حاجه تحفه. اهي حته جبنه حلوه كده بموس يعني
على اساس تاكلي بعد كده بقى الفطاير ديت حاجه، وتعمليها بنفس طريقه تيتا كده بقى، وما تقوليش لعدوك عليها وعلى جمالها وطعامتها. ده شغل زمان اللي على اصله بقى. انا ممكن محشوهمش كلهم، ان احشي شويه واسيب شويه من غير حشو، علشان نغمس بيهم المش اللي عملناه مع بعض. والله الحبة المشي دول مجننين العيلة كلها، وكله عايز منهم، كله عايز منهم. وكده عملنا عشان اخلص بقى. تعالوا بقى بالصلاة على النبي كده، بطاطنا صينية، ودي القشطة بتاعتنا بقى مع الزيت مع حتة الزبدة، وهندهن الدهن كده اهو، هندهن الوش بتاعهم كده، اكنك بقى بتدهني فطير مش قد كده. عايزة تحشي قلبها قشطة احشيها، عايزة تحطي بقى في قلبها حتة قشطة، بس هي ما شاء الله دسمة يعني مش محتاجة. وكده مولعت الفرن وهزقها على طول، مش هسيبها تقع ولا كده. حطه في الفرن. في الفرن يا دوبك عملت ايه، بالصلاة عليك يا حبيبي يا نبي، شفتوا قبت حلوة قوي قوي. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل. ايه رأيكم في الفطاير الجميلة الخطيرة بتاعتنا بقى؟ الله الله، اللهم صل على النبي. يا رب يا لهو على الريحة يا جماعة، اللهم صل على النبي. يعني عملنا من كيلو الا ربع دقيق، شوفوا كمية قد ايه. وبفراخ دي الحلة نسميها فطاير دي الذرة، ولا فطاير السمنة الزبدة، ولا فطاير ايه بالظبط؟ انا عايزه اوريكم تدوقوها معايا. حته الخميره شوفوا خلاتها عامله كمان ازاي من جوه. الله الله، قلب ريحه البيت كله. وحته الجبنه مديها طعم حلو كده، حاجه فاخر من الاخر بجد. حبيبه سيدنا النبي، شفتوا الجمال، شفتوا الروعه. الله الله الله، شوفوا الجمال. خلاص خرشي على الغموس بتاعها بقى. اللهم صل على النبي، اللهم صل عليك يا نبي. لازم كله يجرب الفطير دي. أصدقائي وحبايبي، بالصلاة على النبي، عملنا من ربع كيلو دقيق ذرة على نص كيلو دقيق أبيض، عملنا كمية الفطاير الروعة دي. الله أكبر. أنا الفطاير ديت يا جماعة بقول لكم أكل زمان وجمال زمان، وجربوها. ودي بقى كانت مدان بتاعها زيادة شوية، مطلعها إيه، حاجة روعة. الله الله الله. والحبة الخميرة بقى مع البيكنج باودر مفتحة من جوه وعاملة إزاي، يا صلاة النبي عليه. واللي محشية بالجبنة تحفة. شوفوا بجد، اول فيديو هينزل على القناه فطاير. انا اكلت واحده على ما الفطاير استوت وخلصتها، والرجيم باظ، وان شاء الله هاكل لما اشبع ويبوظ ولا يضايق بقى رجيم. خشوا بقى على الصواني، والطعم حكايه، لا عايزه غموس ولا عايزه حاجه. شوفوا المشي بتاع تيتا عامل ازاي مع الجبنه وعسل اسود، وكلي بقى.